يقول الأخ خالد: وصل خبر لصديقي محمود من واحد يعرفه انه في منطقة حولهم فيها كنوز ودفائن. كيف يعرفون؟ يعرفون من خلال علامات معينة، وجود حجارة معينة، وجود نقوش معينة كذا. يقول المهم كان الكلام هذا في الشتاء عام 1993 للميلاد. يقول قال لي محمود: خالد خلنا نروح. يقول قلت له: يا ابن الحلال شتاء، برد برد برد، قص العظم قص. قال: يا ابن الحلال خلنا نروح، أحسن ما يكون في أحد. طبعا بيروحون يمرون صاحبهم حسام هذا اللي هو يعرف المكان اللي فيه الكنوز في منطقة مقطوعة كذا. فقال خالد: يلا مجبر أخاك لا بطل. مشينا. كان معهم هايلوكس، اللي هي يعني سيارة تويوتا، لها صفين مقاعد ولها صندوق، هو يسميها غرفتين وصالة أو غرفتين وحوش. يقول المهم مشينا بالليل وكان برد، الساعة 12 بالليل. يقول صاحبنا يبعد عنا تقريبا 20 كيلو، بيته 20 كيلو، لكن تعرف شتاء وثلوج، فالمشي صعب وبطيء احنا نمشي. يقول حتى وصلنا لصاحبنا حسام، نزلنا طقينا عليه الباب، ما في جوالات كان. يقول طقينا عليه الباب، فتح لنا: السلام عليكم. السلام، اهلا يا حسام، كيف حالك؟ كيف حالك يا محمود؟ الله يحييكم يا خالد، تفضلوا تفضلوا اشربوا شاي. يقول قلنا له: يا ابن الحلال خلنا نروح بس. قال: لا والله تشربون شاي. يقول امه كانت نايمه، امراه كبيره في السن ونايمه. قلنا له: لا تصحي الختياره، لا تصحي امك، لا تعذبها. قال: خلاص انا بسوي لكم شاي. يقول سووا لنا شاهي في تنور الخبز حقهم، عمل لنا شاهي جمر. يقولوا جلسنا ودردشنا وسولفنا وقعدنا. يقول نبني عماير ونهد قصور. يقول قاعدين نمني أنفسنا بالكنوز والحالة. يقول المهم خلصنا شاربين شاهي، يلا مشينا. يقول طلعنا لسيارتنا الهيلوكس هذه. يقول وركب محمود يسوق، وركب جنبه حسام. يقول أخونا الأخ خالد يقول أنا خليت حسام يركب جنب محمود تكريما له، يعني هو معذبنا ومضيفنا وكذا، فخليته يركب جنبه. يقول ركبت أنا وراء. يقول يا ليتني ما ركبت وراء. يقول أنا لو كنت أدري شو اللي بيصير بعدين ما ركبت وراء، لكن الله سبحانه وتعالى قدر لي. يقول المهم ركبنا السيارة. يقولوا بدينا نمشي. يقول رحنا المنطقة مقطوعة، ولاحظوا الكلام ذا بالليل، يعني قل على الساعة 1:30 في ذا الحدود. يقول المهم ونمشي في، يعني تعرفون ممرات ترابية في منطقة مقطوعة. يقولوا ظلام دامس. يقول احنا على نور السيارة ونمشي ونسولف ومشغلين أغاني، الجماعة، بدال ما يقولون أذكارهم ويقولون يعني أورادهم في هذا الوقت البارد وفي هذا المكان المخيف، لا جالسين مشغلين أغاني الجماعة ومروقين. المهم مشوا شوي ويطلع لهم كأنه شخص واقف على الطريق. فمحمود التفت على حسام وخالد وقال لهم: يا جماعة الخير، تشوفون اللي أنا أشوفه؟ هذا شجرة ولا إنسان؟ قالوا امشي قرب شوي. قرب، والله إنسان، امرأة لابسة عباية وماسكة العباية بيدها، ويدها الثانية ماسكة فيها حجابها. يقول خالد ذاك الوقت كان معروف كثرة السرقات، وأنه بعض الحرامية ممكن يحط لك امرأة على الطريق، وبعدين لما تيجي انت تسعفها وتوقف عندها يقومون يطبون عليك الحرامية. يقول فأنا قلت المحمود لا توقف، لكن محمود وحسام قالوا لا بنوقف، هذه مرة ما نقدر نتركها. المهم وقفوا عندها، فتح النافذة: السلام عليكم. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله.
قال يا أختي شو موقفك هنا؟ قالت خلها على الله. طيب أنت إيش تبين الحين؟ قالت بس وصلوني معكم قدام للطريق المزفلت. في طريق الظاهر مهجور أيضا، طريق مزفلت، هم على طريق مثل ما قلنا طريق حصى وترابي كذا، لأنهم في منطقة مقطوعة. حسام يسأل المرأة دي يقولها أنت من وين جاية؟ المنطقة دي ما فيها أحد ساكن، أنت من وين جاية؟ قالت يا أخي خلها على الله، يا أخي خلها على الله. المهم الأخت ركبت وراء أخونا محمود. أخونا خالد يقول أنا راكب وراء حسام، فهي لما ركبت جنبي. يقول سبحان الله، من أول ما ركبت جتني قشعريرة بجسمي، حسيت كذا برعب ورهبة، قشعريرة مستمرة في جسمي. يقول هي ماسكة نقابها بهالشكل، طالعة عينها وطالع جزء من فمها من هنا بس. يقول فأنا مرة مرعوب. المهم واحنا جالسين كذا ومحمود يقول لها ان شاء الله ما عندك شيء، ما في مشكله. مش قالت لا 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 بس وصلوني قدام. يقول اخونا خالد فشفت المراه جمدانه بردانه ترتجف. يقول فقلت في نفسي خلنا نعطيها الجاكيت حقي. الجاكيت حقه فيه البوك، فيه بطاقاته، فيه بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية، هذا مشكلة لو يفقده. المهم أعطاها، حط عليها الجاكيت. هو لما حط عليها الجاكيت هي فتحت يدها، شالت يدها عشان تعدل الجاكيت، فسقط النقاب أو سقطت الشال، سقط عن وجهها، فطلع الوجه المرعب. وجه يقول الأخ خالد يقول عرفت الذايب الوجه الذايب، يقول عرفت ان هذه ما هي من الانس، هذه لا يمكن تكون من الانس، وجهها ذايب. يقول شيء مرعب جدا، واسنانها طالعه وحدقتها وكذا، يقول شيء مريع. يقول انا من شده الرعب جالس اغمز الاخ حسام. الظاهر الأخ حسام يحسبني أني مبسوط أني جالس جنب البنت هذه. يقول هي بنت ما هي كبيرة، شابة. يقول يحسبني مبسوط وأنا مرعوب، أنا مرعوب. هو يلتفت كذا يعطيني نص عين ويتبسم، يعني أني يحسبني أني أنا مبسوط. يقول المهم مشينا. يقول أنا بس يعني أتمنى الأرض تنشق وتبلعني من الرعب. يقول لما وصلنا عند الطريق المزفت هذا طريق تمر عليه صهاريج الماء، وتمر عليه الشاحنات والتريلات، وهو مقطوع، يعني شبه مقطوع. يقول قالت هنا بس هنا لا تعدي، بس. يقول نزلناها. لما نزلناها رحنا مشينا ورجعنا على نفس طريقنا علشان نروح للمكان اللي فيه الكنز اللي يعرفه حسام. ما مشينا 10 دقائق لو تذكرت انه الجاكيت حقي معاها. فقلت لمحمود يا محمود الجاكيت حقي معاها. خالد يقول قلت لمحمود الجاكيت حقي معاها، ارجع في بطاقاتي وفي اوراقي كلها. قال يا اخي شلون تنساه يا اخي، انت ما تشوف وضعنا؟ قال يا اخي نسيت، ايش اسوي من الربكه ومن الروعه. يقول المهم رجعنا، وقفنا السياره في نفس المكان اللي حطيناها فيه تقريبا، ونزلنا النادي. يا اخت يلي كنتي هنا، يا اختنا يلي وصلناكي، يقول واحنا ندور النادي ما في احد. يقول واحنا كذلك لمحنا نور كذا خفيف فوق الجبل، واذا هو بيت من حجر. قلنا بس يمكن راحت هنا. يقول المهم وصعدنا لين جينا عند بيت الحجر. بيت الحجر ذا مرعب. يقول حجارة سوداء وبيت حجري شبه كوخ، يقول زي الكوخ كذا، يقول وله مدخنة. وجينا يقول ونوافذ صغيرة. يقول طقينا الباب مرة مرتين، يقول نسمع حركة. قلنا بس في أحد. يطلع لنا واحد شيبة لحيته بيضة، لابس فروة سوداء، يعني جبة سوداء،
هذه اللي تدفي، هذه اللي فيها فرو الخروف. يقول قلنا له السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله. لا يا عم احنا ودنا نسولف معك شوي ونسألك وكذا. قال انتم مين؟ قال احنا ناس جينا هنا وتايهين ونبغى نسألك. قال طيب ادخل انا ركبي توجعني. يقول الاخ خالد دخلنا وجلسنا، كان حاط كفرات سيارات، تواير سيارات، يقول جلسنا عليها. يقول فيه فانوس وجلسنا يقول هذا رجل كان في العصر الحجري ذا. يقول نسولف معاه يا عم احنا كنا نزلنا واحدة قبل شوي تحت على الطريق الشارع ومعها الجاكيت حقنا وبعدين ما لقيناها، قلنا يمكن جت عندك. قال وين جت عندي؟ ما جاء عندي أحد، أنا وحداني، أنا عايش هنا لحالي. قلنا له احنا نزلناها هنا ما لقيناها. قال أنا ما أدري والله. يقول خالد وأنا قاعد أتسولف معاه، يقول في صورة على الجدار، يقول سبحان الله صورة تشبه هذيك اللي كانت راكبة معنا في السيارة، يقول تشبهها نفس الملامح، يقول الملامح اللي يعني واضحة من الجهة اليسار. يقول قلت هذه يا عم هذه. يقول قال أنت صاحي؟ يقول قلت له والله هذه اللي كانت معنا. قال هذه بنتي ماتت قبل 21 سنة، كانت على الشارع ذا تحت ودهسها صهريج ماء، صهريج سيارة كبيرة تحمل الماء. يقول دهسها ويعني تقطعت، وأمها من كثر ما هي كانت متحسرة عليها ومتألمة عليها ماتت بعدها على طول. يقول هو قال كذا، يقول وإحنا نطالع بعض أنا ومحمود وحسام، نطالع بعض ونطالع الصورة، نطالع بعض ونطالع الصورة. يقول كأن إحنا في عالم ثاني. يقول قلنا جزاك الله خير يا عم جزاك الله خير. يقول طلعنا ورحنا ركبنا في السيارة، قلت لهم يا جماعة والله تشبهها. وبعدين هذيك لما انكشف عنها الحجاب وجهها ذايب وهي تشبه هذه، ونزلناها على الشارع واختفت في نفس المكان. يقول صابنا رعب. يقول أي كنز، قاعدين رايحين ندور كنز، أي كنز يا رجال، نسينا الكنز ونسينا كل شيء وصابنا رعب. يقول وإحنا على هالحالة ونمشي نمشي 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 سبحان الله ونسمع أذان الفجر. يقول لما سمعنا أذان الفجر جتنا سكينة، جانا شعور كذا بالأمان. يقول إحنا ما كنا رايحين صلاة، ما كنا رايحين صلاة الله يتوب علينا. يقول والله ما نعرف إلا الجمعة يا أبو أحمد. يقول رحنا للمسجد صلينا وقعدنا نقرأ قرآن واطمأنت نفوسنا بالصلاة. يقولوا من ذاك اليوم، تخيل من عام 1993 حتى هذه اللحظة وأنا ما تركت صلاة يا أخ علي، والله ما تركت أذكار الصباح والمساء. علمت يا أخي إنه إحنا ضعاف، علمت يا أخي إنه إحنا قويين بالله سبحانه وتعالى. شفت تأثير أذان صلاة الفجر وشفت السكينة اللي حسيتها في ذيك اللحظة. علمت إن الواحد مهما غرب ومهما شرق ما له إلا رحمة رب العالمين، وإنه ممكن يواجه أشياء مرعبة وأشياء مخيفة، ممكن يمر بمآزق، يمر بصعوبات، لا ملجأ من الله إلا إليه.